في ناس كتير بعتت لي وسألتني عن ترونو. هل هي مناسبة للمهاجرين الجدد؟ إيه المميزات وإيه العيوب؟ هل هيعرفوا يعيشوا فيها ولا هيتفاجئوا بالواقع؟ النهاردة هقول لكم الصورة زي ما هي، من غير ولا تلميع ومن غير ما أخوفكم. يلا بينا. ترونو هي أكبر مدينة في كندا، مدينة الفرص، الشغل، الجامعات، الثقافة، بس في نفس الوقت هي من أغلى وأصعب المدن من ناحية المعيشة. في الفيديو ده هلخص لكم كل حاجة، المميزات والعيوب، وترونو مناسبة لمين ومش مناسبة لمين برضه، علشان تاخد قرارك وانت فاهم 100% ليه ترونو بتجذب ناس كتير. تعالوا نبص على الجانب الإيجابي. أول حاجة، الفرص والشغل. خليني أقول لك حاجة، أكتر مكان فيه فرص للشغل في كندا هو ترونو، سواء في التك أو الفاينانس أو الهيلث كير أو الهوسبيتاليتي. لو أنت طموح وبتحب الحركة وعاوز تبني كارير، ترونو هتفتح لك أبواب كتير. التنوع الثقافي، ترونو حرفيا أكتر مدينة متنوعة في العالم. أكتر من نص السكان مولودين بره كندا. هتلاقي كل الجنسيات، كل اللغات، كل الأكلات. في شارع واحد ممكن تفطر لبناني وتتغدى كوري وتتعشى إيطالي. المواصلات، لو ما عندكش عربية مفيش مشكلة، عندك التي تي سي، الجو ترين، وأونتاريو لاين. دول بيخلوك تتحرك بسرعة وبسهولة وتوفر فلوس بدل ما تدفع تأمين العربية والبنزين. الترفيه والحياة الاجتماعية، حفلات، مهرجانات، مطاعم، سينما، ماتشات، رابتورز وليفز. هنا عمرك ما هتزهق، ده مكان للناس اللي بتحب الحركة والنشاط. التعليم والصحة، في جامعات قوية زي اليو اف تي أو التي ام يو أو يورك، ومستشفيات كبيرة وخدمات طبية ممتازة. ناس كتير بتشوف تورونو إنها مستقبل أحسن لأولادهم. فين المشكلة؟ الجانب السلبي. أول حاجة، الأسعار والغلاء، دي أكتر نقطة الناس بتشتكي منها. سعر البيت العادي فوق ال1,500,000. It's too much! It's too much! والشقة غرفة واحدة ممكن تبقى من 600,000 ل700,000، والإيجار $2,500 في الشهر. وفوق ده الأكل، البنزين، المواصلات، كله غالي. تاني حاجة، تكلفة الحياة. أسرة صغيرة ممكن تصرف فوق $5,000 في الشهر قبل أي كماليات، وده بيخلي ناس كتير تعيش تحت ضغط عالي. تالت حاجة، الزحمة والمواصلات. تورونو واحدة من أسوأ المدن في شمال أمريكا من حيث الزحمة. لو ساكن بعيد ممكن تقضي ساعة أو ساعة ونص بس في الطريق. الجو، الشتاء طويل، رمادي، بارد جدا، طبعا ما يقارنش بمقاطعات البراري. الصيف قصير ورطب، فلو انت مش بتاع جو متقلب الموضوع هيكون صعب ليك. خامس حاجة، المنافسة والضغط. كل الناس هنا جاية تبني نفسها، فلما تلاقي منافسة على الشغل، السكن، المدارس، ده طبيعي جدا. مين اللي ممكن ترون تكون مناسبة ليه؟ الشباب الطموح اللي عاوز يبني مستقبل بسرعة، الطلاب الجامعيين، الناس اللي بتحب التنوع والحياة السريعة، رواد الأعمال. ومين مش هتكون مناسبة ليهم؟ It's not good for you. مش مناسبة للأسر اللي ميزانيتها محدودة، اللي بيدور على بيت كبير وحديقة، اللي بيكره الزحمة والضوضاء. الناس اللي تقدر تشتغل عن بعد، ده بيكون ليهم حاجة كويسة جدا، لأنهم ممكن يسكنوا في مدينة أرخص. أمثلة واقعية، لو شاب عنده 27 سنة ومرتبه 70,000 في السنة، هيعيش مرتاح في شقة إيجار، هيحب الحياة السريعة. لو أسرة بدخل 120,000 في السنة، هيعانوا جدا لو عاوزين يشتروا بيت جوه المدينة. شخص قرب على التقاعد ممكن يلاقي ترونو غالية جدا ليه، وزحمة فوق اللزوم. الخلاصة، ترونو مش جنة وبرضه مش جحيم، هي مدينة الفرص الضخمة، بس في نفس الوقت التنازلات فيها بتبقى ضخمة برضه. هتديك كتير بس هتاخد منك أكتر. قولولي في التعليقات، هل شايفين نفسكم تقدروا تعيشوا في ترونو ولا لأ؟ وأشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.